السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا يا البنات، اليوم جيتكم بحلوة الخشخاش، حلوة ولا أروعة بأصغر كيل ممكن تصادفوه في حياتكم. كاس فرينة وثلاث مغارف زيت. تبعوا معايا الخطوات إن شاء الله راح تستفادوا كاملين. قبل ما نبداو ما تنساونيش لايك واشتراك في القناة، وبسم الله يلا نبداو. كما راكم تشوفوا جبت الصحن نتاعي وراح نغربل فيه الفرينه. عندي كاس نتاع 220 ملي ممسوح فرينه غربلته. لازم نغربلوه باش تجينا الخشخاش نتاعنا خفيف. زيت له قرصه ملح بين صباعي تاع الملح كما شفتوني. والان نجيب الغرفه تكون غامقه شويه البنات. نحطو 3 ملاعق زيت، نخليوهم ما نبسوهمش. نزيدو عليهم 3 ملاعق ماء الزهر، 3. نخلطوهم في بعضهم غير بصبعنا لانه الكميه راهي قليله. راني نبسس فيه بصباعي كما راكم تلاحظوا، نحبك فيه بين صباعي باش يتبسس، تدخل هذيك ليدام في الفرينه والزهر. ونكمل نبل العجينه نتاعي بالماء. هنا نزيد لها الماء، ولكن يا البنات هنا العجينه ما تكونش طريه، تكون شاده روحها. رايحين حنا نطريوها بالعجين، نبداو نعجنوا فيها حتى تطرى العجينه. نعاود لكم تكون شاده روحها شويه، ما تكونش طريه بزاف. شوفوا هنا كي نكون نعجن فيها نضغط عليها بيدي، نعجن ونضغط. لاحظوا معايا يعني نعجن ونضغط. هنا قاصحه شويه العجينه نتاعي، يابسه، نقولوا هنا يابسه ولا قاصحه ماهيش طريه. انا راح نطريها بالعجين، نعجنها حوالي دقيقه ونص الى دقيقتين. راح نضغط عليها هنا نعجن ونضغط بلا ما نقطعها. في ذاك الوقت اللي نعجن فيه الصلاة على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. كما راكم تشوفوا البنات راني كملتها، نتحصل على عجينة ملساء وطرية. نحطوها في كيس بلاستيكي، نحطوها في الثلاجة على الأقل ساعة. أنا هنا كنت درتها في الليل، وغدوة من داك يكمل الشغل تاع الدار جهة 10 بديت نخدم فيها. نجيبو نشا البنات نحطوها على سطح العمل ونبداو نطرحو فيها. نحاولوا انه نطرحوها على شكل مستطيل ولا مربع هكذا كما راكم تشوفون. نردو عليها البال ونطرحوها رقيقة. اللي ما عندهاش النشا تستخدم الفارينة، ولكن من الأحسن يعني من الأفضل أنه نستخدمو النشا. راني نطرح فيها كما راكم تشوفوا. نطبقها هنا، راني ندير في عملية التوريق. طبقتها على 2 ومن بعد على 2 يعني على 4. زدت حطيت النشا وزدت طبقتها على 3. نورمال لاحظتوا معايا العملية. نحطها في كيس بلاستيكي ونخليها تريح ربع ساعة. هنا خليتها ربع ساعة فقط على سطح العمل. اللي قادرة تخليها أكتر تخليها أكتر، ولكن ربع ساعة راهي كافية. ما تنساوليش الكيس البلاستيكي باش ما تنشفش العجينة نتاعكم. كما راكم تلاحظوا بعد ما ريحت ربع ساعة رايحة نطرحها المرة الأخيرة. يعني التوريق راني درتو مرة واحدة راهي كافية جدا. هكذا البنات نحاول اني نطرحها على شكل مستطيل، نعدل لها الاطراف هكذا باش ما نحيش بزاف الاطراف، صافي كامل يخرجوا لي مستطيلات تاع حلوة الخشخاش، ما نخسرش نعاود نخدمها، نربح الوقت ونربح الجهد. صافي رايحه نطرح. نحاول اني نتقن الخدمه نتاعي، نحاول نديرو على شكل مستطيل. اكيد رايحه نعدل الاطراف، نعاود نقصهم، ولكن نحاول نرد عليها البال ونطرح على مهل. نحاولوا نطرحوها رقيقه خلاص، اصغر سمك ممكن نقدروا نديروه. راح تخرج لكم هايله باذن الله. هنا نحط النشا باش يعاونني نطرحها كما راكم تشوفوا. وكي نكمل نعدل لها الاطراف كما راكم تلاحظوا. فقط هنا فكره باش يجيونا الحبات نتاعنا مساويين.
نديرو بصبعنا، انه نكيلوهم بصبعنا، نديرو 3 اصابع كما راكم تشوفوا، نطراسيوهم ونقصو بالجراره هكذا 3 اصابع. هنا فقط راح يخرجوا لنا حوالي 10 حبات، بهذا الكيل هذا راح يخرجوا لنا ان شاء الله 10 حبات هكذا. نطراسي بالاصابع نتاعي ومن بعد نقصهم. هنا فقط الجراره ولازم نضغطوا عليها مليح باش ما تتحركش، اذا كان ما ضغطناش عليها مليح ما راحش تاخذ المسار اللي كنا موجهينها فيها. نكملوا نقطعوها كامله ونهزوا الشرائط نتاعنا نحطوهم في صنيوه ولا في صحن كبير باش نقليوهم، نركبوهم على بعضهم عادي ما راحش يلصقوا في بعضهم. بالنسبه للعجينه تاع الاطراف اللي بقات لنا نلموها نحطوا لها قطرات من الماء وندلكوها بين يدينا، نخلوها تريح في كيس بلاستيكي. لما نكملوا قليان هذوك الشرائح الواجدين نعاودوا نطرحوها ونقليوها عادي. هنا حطيت الزيت نتاعي يسخن في المقله مليح مليح، ومن بعد نقص الغاز، نقص عليه نار هادئه ونبدا نقلي في الحلوه نتاعي. هنا بالنسبه للحجم يا البنات نتوما اللي تحكموا فيه كما راكم تشوفوا، نقلي نقلب نعاون روحي بالمغرفه وتاني جناب المقله نقدر نعاون بهم. صافي كي نشوفوا الحبه راح تفلت نجبدوها جنب المقله هكذا كما راكم تشوفوا هكذا البنات، ونخليوها تحمر مليح ولا نطيبوهم مليح من جميع الجوانب كما راكم تلاحظوا، والنتيجة رائعة. نكمل كل الحبات اللي عندي، ان شاء الله تكونوا استفدتوا وفهمتوا الطريقة. بلا ما ننساو نرميو لهم الزيت يا البنات. كما راكم تشوفوا البنات رانا كملنا كامل الكمية، وها هي حلوتنا واجدة ولا اروع، قرمشة خفة هشاشة ما نحكي لكمش، تذوب في اليد قبل الفم، مع نحطوا لها شوية عسل وشوية جلجلان ولا اروع ولا ألذ. شهيتكم في الجنة ان شاء الله، الصورة راهي تعبر على نفسها. بلا ما نوصيكم حبيباتي ما تنساوليش اللايك والاشتراك في القناة هكذا باش لا فيديو توصل لأكبر عدد ممكن من الأشخاص. تهلاو في رواحكم وفي صحيحتكم، نخليكم بخير وعلى خير، نتلاقاو في فيديو أحسن بإذن الله. سلام.